وسهلا فيك، وأنا سعيد إني في شركة زون للإعلام والتدريب. أنا نشدت قبل فترة اللي هو سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، والحمد لله. وبس اللي هو القصة عند عند إسرائيل التنسيق. هم قبل ميعاد التحويل بيوم، الموعد يعني بيوم، اتصلوا عليك بيقول لك يا إما مقبول يا إما مرفوض. فاتصلوا علي قالوا لي أنا تحت الفحص، الاسم تحت الفحص. عملت جدا المحاولة إلى التحويل تاني، وبرضه تحت الفحص. وكنت يعني محبوس في غزة. طلعت معادي راح يعني كمان عليا. فلما طلعت عملت جدا التحويلة وقدمنا امبارح اللي هو للتنسيق. طلعت التحويلة في ميعادها في 20/2، وقدمت امبارح للتنسيق إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا يجيب في الخير ويوقف لنا أولاد الحلال. عادل، شفنا فيديو نزلته على صفحتك، حوار دار بينك وبين رجلك. احنا حابين نعرف شو الحوار اللي دار بينك وبين رجلك. الحوار الناس كلها شافته. انا يعني هذه بتخش يعني حاجه من الوجدان. انا قلت يعني نشدت جميع الصور وجميع الالوان، فقلت نعمل لون جديد يعني شيء وجداني. فتركت الفرصه لرجلي نتناشد برضه، تناشد اللي هو الاعضاء اللي زيها، ارجل المواطنين وارجل رجل كل انسان. انا برضه يعني تضامنوا معايا. فحكيت وقلت يعني، حكت هي وقالت يعني يلا شدوا حيلكم معانا، ادعوا لنا. اعملوا هاشتاج عادل المشوخ لازم يتعالج. اقفوا معانا بالدعوات ولاد الحلال. الناس يعني الوضع كويس في البلد، يعني تسعى في قصة التنسيق سواء في غزة أو في رام الله. يعني إن شاء الله خير. الفن اللي انت بتمارسه شو بتسمي هذا الفن؟ كونه غريب، كونه يعني ناس كل واحد بيفسره على مزاجه، تمام؟ انه بيعرفوا بس فن معين، سواء غناء سواء رسم سواء موهبة. انت شو بتحب تحكي للناس؟ شو هذا الفن؟ أنا في الأصل ممثل. بالنسبة للغنى يعني أنا بتضايق، أو مش بتضايق، بستغرب. في ناس بتقول لي يا عادل ليش ما تروح على أرب ايدل؟ بقول لهم أنا مش مغني، أنا مطرب. إيه أنا مش مطرب. أنا مش مطرب. أنا بغني أغاني اللي هو كوميدية شبيهة بالأغاني المونولوج. آه كان يغني زمان في شبيهة منها برضو اللي هو سمير غانم، وثلاثة أعضاء المسرح. وفي ثلاثة أضواء المسرح، قال أعضاء المسرح. ثلاثة أضواء المسرح. وكان برضو يغني إسماعيل ياسين مونولوجات، كتير ناس غنت أغاني زي هيك يعني، أو شبيهة فأنا دخلت عملت لون جديد، عملت ظاهرة جديدة. قبلتها كتير ناس، وبرضو ما تقبلتهاش بعض الناس يعني. واغاني كوميديه حلوه يعني، كل برددها في الشارع، الكبير قبل الصغير. وبرددها برضو اللي بيحاربني برضو بيهاجمني برددها قبل اللي واقف معايا. مش شايف بعدين كلمات، مش الكلمات هذه اللي بقولها مش كلمات بقيحه يعني، مش كلمات هي كلمات قبيحه، بس انا بحب اقول بقيحه، مش انا بعرفش اقول يعني. مش كلمات بقيحه يعني او لا اخلاقيه، لا كلمات عاديه وسهله جدا وبسيطه وكويسه يعني، ماشي حال. حلو يعني. تمام. طب بما انه بتحكي انه في محاربين في ما بتقبلوا هذا الفن او هذه الاغنية، شو بتحب توصل رسالة لاعداء النجاح؟ او انت كيف تتعامل او تتصرف مع اعداء النجاح، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او في الشارع اذا حد شافك يعني؟ انا في الشارع فيش اعداء نجاح، في الشارع الكل بيصور معايا وبسلم عليا وبتسم لي وكيف حالك استاذ عادل مش عارف ايش. يعني ناس كويسه معايا في الشارع. على الفيس في مثلا اعداء نجاح بيقولوا مثلا ف انا انا يعني كتير مثلا عملت رسائل لاعداء النجاح، مش ان انا يعني بغلط عليهم او كذا، ولا انا زعلان منهم، انا زعلان عليهم. ليش بتحكوا زي هيك؟ ليش ثقافتنا زي هيك؟ وين حرية الرأي اللي عندنا؟ وين احترامنا للآخرين؟ مش عاجبك عملي ما تحضرش لهذا. يعني واحد دائما في الشارع هذا بحبوش، بمرقش الشارع هذا، بروح من الشارع الثاني يعني، بمرق من الشارع هذا بس بطلعش فيه مثلا. ما طب هو كثير مثلا بلاقي واحد كثير بلاقي واحد معلق بيقول انتوا كيف تعلقوا انتوا كذا مش عارف إيه. طب انت قاعد بتعلق، هو بعلق قاعد، ما هي قاعد بعلق. في تناقض بناخذ نفسه يعني.
فانا عادي يعني بالنسبه لي انا كذا مره اعمل. وبرضه انا كمان لما كنت يعني ارد على اعداء نجاح انا ندمان بصراحه. هي بتكون رده فعل لان انا عصبي جدا. بتكون رده فعل يعني، وبعدين بندم إن ليش عملت زي جدا، وانسان غلبان برضه. فبالنسبه لي من هالجيت يعني خلاص، بترك اعمال الجاي ان شاء الله هي اللي ترد نجاح في اعمال الجاي ان شاء الله، وبكل ثقه بقولها ترد على الناس هذه. وانا بكرههم مش بحبهم، عاد كل واحد بغلط، هم حرين. انتظروني في أهم فيديو في حياتي. أو تمام. وكان العنوان نفسه مشوق جدا. الفيديو المفاجأة كانت إنه صرخة. الناس شافت صرخة، إشي حكى هيك وإشي حكى هيك، لكن إحنا حابين نعرف منك شخصيا ماذا تعني لك تلك الصرخة؟ في لما كتبت العنوان كذا واحد جنبي يعني اصحاب يعني بيقولوا لي يا عادل اكتب صرخة ألم، اكتب صرخة ندم، اكتب صرخة. قلت لهم انتوا دخلتوا جوا قلبي، عارفين ايش في عندي انتوا. هي صرخة، تمام. وخلي كل واحد يحل من عنده، كل واحد يقرا الصرخة هذه يقراها بمنظوره هو، يشوفها هو. هي صرخة يعني من وجدان، من جوا، لو لاحظت من جوا الصرخة. واكبر دليل انها يعني من امبارح الساعة 10 في الليل هلقيت الساعة 2 الظهر تقريبا يمكن جايب فوق 100,000 مشاهدة. هي كلمة واحدة بس معاني كتير لا. أغنية حبطرش هي أغنية كوميدية، يعني زي أغنية القطة والأغاني هاي يعني القطة مش كلماتها مش كوميدية بس لذيذة يعني. أنا بقدر أقول إنها أغنية لذيذة يعني. أنا ليش تأخرت عنها يعني؟ أنت عارفين يعني الألم والوجع يعني ملوش كبير، غصب عني راح أطلع في حبطرش. أغنية حبطرش يعني بدي أعملك شوية حصريات هيك، حصرية واحدة يعني، حصرية واحدة اللي هي أغنية حبطرش. أنا بحب أقول إن أغنية حبطرش كل مواطن هيحبها، وكل مواطن هيشوف الأغنية، كل مواطن في قطاع غزة هيشوف الأغنية هيقول الأغنية هذه بتحكي عنه، هيقول الأغنية هذه بتحكي عني. لو واحد قال غير هيك أنا مسؤول عن الكلام، أنا مسؤول. كل مواطن في قطاع غزة هيقول الأغنية حبطرش بتحكي عني، مش عني أنا يعني، كل واحد عنه. لو واحد فيهم قال مش عنه أنا مسؤول عن الكلام هذا، وأنا بتحمل مسؤولية كاملة. أغنية الكل هيغنيها لأن عنه. واحد حاجة عنه بدش يغنيها هيغنيها، كل واحد في قطاع غزة هيغنيها في كل مكان لأنها بتحكي عنه. طيب الأغنية هاي حتكسر الكساسير أغنية حبطرش هتزلزل زلازل وتكسر كساسير وتدمر دمامير وتفحم الفحيم وتفرفر الفرافير وتشرشر الشراشير. الشراشير هذه جديدة حصريا. تمام. أستاذ عادل، ما هي طموحاتك القادمة؟ ما هي أعمالك القادمة باستثناء أغنية حبطرش؟ شو أهدافك اللي حابب أنت تصلها كونك فنان؟ إيه، أنا حاب أقول للناس خصوصا اللي بيحاربوني، مش رسالة على النجاح أنا بحب أقول لهم يا ريت كل واحد بده يغلط على عادل بس يأجل شوية الغلط ما بعد حبطرش، مش يعني بعد حبطرش مباشرة يعني، يأجل الغلط شوية ويشوف عادل رايح لوين. كل ما يقول اوه الزلمة هذا ما كناش فاهمينه، الزلمة هذا بيفهم. لازم انت لما بدك تسير لازم تكون يعني تفكيرك اعلى من تفكير الناس. مع احترام لكل الناس، كل واحد في ناس ما نقدرش نحكي عنهم، بس يعني كل انسان ناجح بده يكون تفكيره يعني بيعمل حاجه يفاجئ فيها الناس بده يكون تفكيره اعلى من تفكير الناس. مش عارف يمكن في بعض يفهمني في البعض ما يفهمنيش، بس انا كل اللي بقدر اقوله انهم يأجلوا شوي ويعرفوا عادل رايح لوين وخلوا لكل وقت اذانه. وحاب اقول عباره مش عارف انا بدي اقولها يعني يمكن اندم عليها فيما بعد او ما اندمش مش عارف. عادل المشوخي، أو بديش اقول عادل المشوخي بدي اقول انا، لا عادل المشوخي. عادل المشوخي لاعب، هذه طبعا العباره هذه
فنيا. عادل المشوخي لاعب، قبل ما احكي العباره، بحب اقول للناس ركزوا في الكلمات هذه، الجمله هذه ركزوا فيها كويس، كل واحد يدي فرصه لنفسه، بس ساعتين زمن. فكر في العباره دي كويس، فكر في العباره دي كويس، فكر. عادل المشوخي لاعب شطرنج محترف وكل شيء مدروس. قدام الكاميرا، عادل المشوخي لاعب شطرنج محترف وكل شيء مدروس. بس طبعا هذا الكلام يعني زي ما بيحكوا عنا بالبلد، الحدق يفهم، الحدق يفهم. انا مالي يعني، اموت حالي، انا امزح حالي خلاص. والله هو في اصعب حاجه في الدنيا بالنسبه لي انا كعادل، يعني كعادل المشوخي، اصعب حاجه في الدنيا ان الواحد يكون مشهور على الاخر ومفلس على الاخر. صعب على الاخر، نزل. أستاذ عادل، يعني على سيرة المشهور، أنت أخذتها نمرة واحد في الشهرة على مستوى قطاع غزة، كيف تدمج هذا بين الصعوبة بين إنه مفلس؟ لا، انت تكون مشهور مثلا لازم تكون برستيج، اوعيك برستيج، جوالك برستيج، طلعاتك برستيج، رغم اني مش حابب اكون بسيط. البساطة احلى حاجة في الدنيا، وانا سعيد اني بسيط وسعيد في البساطة هذه. عادي الناس لما تمشي في الشارع شوف عادل لابس زيهم وكذا، الناس كلها بسطاء وكلها غلابة. لما يشوفوا عادل لابس زيهم، خلاص، زيهم منهم. ولاد المخيم، انا ابن المخيم، انا طالع من المخيم الشبورة في رفح. انا بفتخر ان ابن الشبورة وابن رفح، وبرضه رفح هي غزة وهي خان يونس وهي دير البلح وهي البريج وهي المغرب، كنا قطاع غزة قديش يعني. كنا عبارة عن جسد واحد، بتمنى نضلنا جسد واحد بس. أبو شو بيحكوا لك؟ ابو ايش؟ والله ابو ايش هذه؟ ابو القعقاع. لا بضحك، ابو قعقاع مين؟ لا، انا حتى لما حد يقول لي عادل بتضايق بصراحه. مره واحد بيقول لك في حالك يا استاذ عادل، شو استاذ عادل هذا؟ قال ليش اقول لك فنان عادل؟ لا، شو فنان هذه؟ قال ليش اقول لك؟ قال لي عادل. قلت له شو عادل هذا؟ قال ليش اقول لك؟ قلت له قول له دوله. انا السعيد الكل يقول مش دوله، دوله. سعيد لما الناس تقول له دوله، كثير ناس بتقول له دوله على الجوال. كيف حكى دوله؟ هم بيقولوا لي اياها يعني على السليقه يعني، مش أنا قلت لهم قولوا لي يعني قولوا له دوله، لا على السليقه خلص. كيف حكى دوله؟ هم حاسين حالهم قريبين من عادل وبيحبوا عادل وكذا يعني، عاملين شو الشغل يعني. اه تمام. لا، اسم دولة برضه ظابط يعني بالنسبة لك دوله حلو. خلص انا مش ابو حاجه، انا دوله وعلى طول دوله ان شاء الله. رساله اخيره لكل انسان في الدنيا، يعني بقول له ادعي لعادل انه ربنا يشفي رجله. فيش بعد الدعاء. ممكن يعني انسان بسيط يدعي لك دعوه خالصه من القلب، ربنا يستجيب. وحاجه تانية اللي هو يعني يكتب، يعملوا هاشتاج. بطالب كل المواطنين، كل انسان، كل صحفي، وكالة الصحفية وينها؟ وين وكالة الصحفية؟ وين الصحفيين؟ وين الفضائيات؟ وين الإذاعات؟ وين ينشوا يعملوا هاشتاج عادل المشخو لازم يتعالج، يحكوا عادل المشخو لازم يتعالج. وين دور وربنا يجيب في الخير. أما المؤسسة زوم يعني الشباب اللي فيها كلها طيبين، وعندهم روح حلوة وقلبهم طيب وواسع وكبير، وعندهم معدن نظيف عن جد يعني مقابلتهم إلي كانت حلوة جدا. والشباب يعني عندهم أفق وعندهم طموح، وأنا سعيد إني في مؤسسة الزوم عن جد. مشاهدينا الكرام، كانت هذه المقابلة الحصرية مع الفنان عادل المشوخي في شركة زون للإعلام والتدريب. الفنان عادل أفصح عن كتير شغلات لأول مرة، زي أغنية حبات راش وسبب تأخيرها. أكثر الشغلات كانت مؤثرة اللي هي طبعا اللي هو قدمه اللي بعاني منها. احنا كنا نشوف على النت والفيديوهات اللي هو المعاناة الكبيرة اللي كان يعانيها، بس على النت بالزي اللي هو الطبيعة. طبعا احنا بنتمنى له كافة السلامة، وهو بتمنى منكم ان هو تكثفوا من الدعاء لرجله ولحالته الصحية. وشكرا كتير.